لنا في فيديو سابق عن بعض أغرب الأمراض العقلية، وهحط رابط الفيديو في الوصف. وهنكمل دلوقتي الكلام على بقية الأمراض. 6. أوهام كابجراس. اتسمى المرض ده باسم الطبيب النفسي الفرنسي جوزيف كابجراس اللي كان مهتم بأوهام الشك. والمرض العقلي ده بيعتقد الواحد فيه إن كل اللي حواليه اتبدلوا بكائنات فضائية خدت شكلهم، وممكن المرض ده يظهر لوحده أو يظهر كعرض من أعراض الزهايمر أو الصرع أو الشيزوفرينيا، وساعات بعد إصابة في المخ. زي حالة كان عندها 74 سنة كانت واثقة إن جوزها اتبدل بكائن فضائي خد شكله وعايز يأذيها. 7. الهوس الشبقي. في المرض ده اللي هو شكل من أشكال الذهان، بيعتقد الواحد إن واحد حتى لو ما كانوش اتقابلوا قبل كده ولا مرة في حياتهم بيحبهم وواقع في غرامهم. وفي كتير من الحالات بيكون الواحد ده شخصية عامة أو مشهور، ورغم إن دي مجرد خيالات وأوهام بدون أساس حقيقي، لكن المريض بيعتقد إنها حقيقية تماما. ورغم إن السبب مش واضح تماما، لكن في الحالات اللي تم اكتشافها لقوا إن الهوس الشبقي مش حالة ثابتة، فهو زيه زي أوهام كابترا، ممكن يكون لوحده أو كعرض من أعراض أمراض تانية زي الشيزوفرينيا والاكتئاب والزهايمر. وبعض العلماء بيعتقدوا إن وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تسبب زيادة الحالة، لأنها بتكسر الحاجز وتعمل إحساس مزيف بالقرب وإحساس مزيف بالاتصال بيتمسك بيه اللي عندهم ضعف عاطفي وقت الحاجة. 8. فقدان الذاكرة المضاعف. المرض ده قريب من متلازمة كابجراس، لكن بدل ما الواحد بيفتكر إن الناس اللي حواليه اتبدلوا، بيفتكر إن المكان اللي هو فيه هو اللي اتبدل. والاعتقاد ده بيظهر في أشكال كتيرة، منها الاعتقاد إن المكان موجود في حتتين في نفس الوقت. ومصطلح فقدان الذاكرة المضاعف ظهر لأول مرة سنة 1903 عن طريق عالم الأعصاب أرنولد بيك، اللي وصف مريضة بالزهايمر كانت مصرة إنها اتنقلت من العيادة لعيادة تانية في مكان هي عارفاه، لكن دلوقتي تلاحظ وجود الحالة دي مع ناس عندهم الزهايمر وأمراض المخ ومرض براين إنجوري. 9. متلازمة ستيندال هي مرض نفسي عضوي لحسن الحظ مؤقت، وبيظهر لما يتعرض المريض لكمية كبيرة من الفن والجمال في مكان واحد. والمرض ده فردي لكن مرعب، لأن المصاب بيه بيحس بضربات قلب سريعة ومفاجئة وقلق زايد واضطراب ودوخة وهلاوس. والمتلازمة دي ليها تاريخ طويل، واتسمت باسم المؤلف الفرنسي اللي وصف رحلته لفرنسا سنة 1817. والمصابين بالمتلازمة دي ما عندهمش أي تاريخ سابق للمرض العقلي، لكن ممكن تظهر عند المصابين بالقلق أو أمراض المزاج التانية. 10. وهم كوتارد. مسلسل ذا ووكينج ديد وترند الزومبي كان حاجة جاذبة للانتباه، لكن تعرفوا إن في مرض عقلي فيه المريض بيعتقد إنه زومبي أو ميت، وإن جسمه بيتحلل ومبقاش عنده دم أو مصارين. الإحساس بتعفن الجسم ده غالبا بيكون وهم، ومش حاجة مفاجأة إن وهم كوتارد ده بيكون موجود في حالات الاكتئاب الشديد، وفي بعض الحالات الوهم ده بيخلي المريض يجوع نفسه لحد ما يموت فعليا. والمرض ده اتكلموا عنه أول مرة سنة 1880، ووصفه طبيب الأعصاب جوليس كوتارد، لكن لحسن الحظ وهم كوتارد نادر جدا. استنونا في فيديو جديد مع بقية الأمراض العقلية الغريبة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.